بالنسبه للظهير الايسر ريكاردو رودريجيز لعيب خبره، اللاعب السويسري، وبيلعب اثنين ديفندرات في وسط الملعب، اللاعب جواو كاردوزو بالاضافه الى ماركا روكا، وفي المقدمه بيلعب جوفاني لو سيلسو نجم الفريق وكان مرشح امامنا على الشاشه لجائزه افضل لاعب في الشهر، بالاضافه الى عبد الصمد الزلزولي النجم المغربي اللي اتكلم عنه يوسف، وفيتور روكي اللاعب البرازيلي. شكرا كابتن هيثم، شكرا كابتن يوسف. بالدفاع يعتمد دائما على تانغي نيانزو وايضا لويك، هذه الاسماء التي اختارها السيد غارسيا، بينما في الجهه المقابله الحديث عن تشكيل الجهه اليسرى. كرة تحولت لتعود بعد ذلك من دفاعات إشبيلية، من هنالك على الجهة اليمنى خطيرة، هنا سدد، هنا أطلق، لكن يسدد وأطلق، ثم بعد ذلك الهدف الأول في الديربي، الرسالة الأولى في الديربي كتبت بحروف كانت واضحة طبعا، وراني من جديد فوق قلب الساطلة. البداية الممتازة هنا عن طريق ريكاردو رودريغيز هو قاضي هذه المباراة. الله الله والله الله الله، في محاولة ممتازة جدا قادمة، هذا تجتمع فيه العواطف، تجتمع في الهدف الأول ملعوبة في القائمة الثانية، ولكن ممتازة، تغطية ممتازة جدا من الدفاع. ريكاردو رودريغيز، عبد الصمد الزلزولي عنده الكرة الآن، يلعبها نحو الأمام موصلة باتجاه هيكتور بيليرين، خطيرة ممتازة جدا بالراس، ولكن نايلان كان في المتفق عليه. يتساءل آمال كبيرة أيضا معلقة القوية، بينما هذا أي الحارسية نايلان قوة كبيرة جدا، صراع على الكرة في دفاعية ليأتي ويمارسون نحو خط الهدف الأول، محاولة ولكن من هنالك تدخل، صافرة موجودة وخطأ أول في الطاقة الصفراء، يسدد لحسن حظك يا لويس سيلفا أنك كنت تقف، لا يؤتمن هذا على الإطلاق. وماركا روكا واصلة باتجاه عبد الصمد الزلزولي، الجماهير في الانتظار. عبد الصمد الزلزولي انطلق بالسرعة القصوى على اليسار، ولكن بعد ذلك الكثرة تغلب الشجاعة يا عبد الصمد الزلزولي. هذه القاعدة ثابتة في كرة الزيعة ملعوبة، ولكن تانغي نيانزو الروكي، ثم بعد ذلك تسديد، محاولة خطيرة، الأولى لم تكن ثابتة يا جوفاني لو سيلسو، الثانية كرة هنا ومحاولة لمصلحة فريق إشبيلية خطيرة داخل المنطقة، ولكن بعد ذلك تدخل، هدف قد يأتي لإشبيلية ولكن خيرها تماما من هنالك. خطيرة قادمة من أجل هدف، جميلة قادمة من أجل فرحة لإشبيلية، لا زالت ثم بعد ذلك يكتم الضغط دائما على حامل نحو الأمام بحثا عن عبد الصمد الصفوفي بيتيس. كرة عادت إذا من نيمانيا جوديل، قادمة، محاولة خطيرة، ولكن بعد ذلك لايك بادي لا زال مركز، فرصة جميلة جدا، ولكن قادمون من الخلف، الباحث مباشرة على طول بالدربي في ديربي الأندلس، بينما من هنالك ريال بيتيس، وريال بيتيس ينتهي بتعادل سلبي دون الملابس. عبد الصمد الزلزولي والآخر يبحث عن الظهور الثاني الذي سيكون محاولة قادمة لمصلحة من أيضا غارسيا الذي يعتمد على الهدف الأول. الدربي قد يشتعل، ولكن بعد ذلك سهلة باتجاه الحارسية لويس سيلفا. هي ركلة جزاء، هي في من أمامية لويس سيلفا، نظراتك تلخص لنا الكثير. ضربات لكيباكيو، اشتعل الديربي يا سادة، أشعله لكيباكيو بالهدف الأول من علامة الجزاء، حرك شباك، حرك معها المدرجات، حكاياتها ورواياتها التي لم تكتب بعد. كرة عن طريق عبد الصمد الزلزولي قادمة للمدرجات، والنتيجة طبعا قابلة للزيادة، بإمكان إشبيلية أن يسجل الهدف الثاني، وبإمكانه أن يصل مرة أخرى. القاضية الله بالحرف الواحد، أن ريال يلعبها طويلة نحو الأمام باتجاه عبد الصمد الزلزولي. عبد الصمد الله على المرور، يا سلام، محاولة التي تعبر عن فرحتها الخاصة عن طريق دودية ليكي. ريكاردو رودريغيز في التغطية، لكنها انخفضت جدا اليسار، تفاصيل، وعندما تكون فرنانديز
الكرة إذن ومحاولة صافرة موجودة وخطأ تدخل كاس عادت عن طريق لوسيان لوكي باكيو السم القرن. بينما هذه الهربة والانطلاقة اختطف الكرة عبد الصمد الزلزولي. حلوة الفكرة، ممتازة الفكرة. ميدان تحولت على اليسار، العودة تنادي عبد الصمد الزلزولي. يا سلام على التمرير إيزاك روميرو. القاضية واصلة باتجاه عبد الصمد، تفوق في الكرة وفي اللقطة سجل. فهنالك عبد الزلزولي انطلق، عبد الصمد الزلزولي وجد لويك بادي، وجده في الانتظار. الجهة اليمنى كرة ملعوبة داخل المنطقة في موضع تسلل. نعم تسلل كان ونخرى. قراءة ممتازة جدا، صلابة دفاعية قوي جدا أيضا لويك بادي. عادة من جديد ضرر لرفقاء عبد الصمد الزلزولي. ممتازة جدا هذه التغطية عن طريق لويك بادي، تدخل بقوة كبيرة جدا من أمام عبد الصمد الزلزولي. لويك بادي لجرينتا عبد الصمد الزلزولي ولا